النهارده بقى عملت لكم المهلبيه بطريقه جديده زي ما انتم شايفين كده، وتشكيله من المهلبيه تقدروا تعملوها في الجو الحر ده كده. ترطب على معدتكم كده وعليكم في الجو الحر، وتاكلوا طبق واثنين وثلاثه. تابعوا الفيديو للاخر ولايك وشير عشان نعمل وصفات كتير. هو ده الكلام. مهلبيه وايت وشوكليت تحفه. هو ده الكلام. محتاجين رتل من الحليب كده كامل الدسم زي ما انتم شايفين كده، بننزل بيه في اي حله عندنا كده. وعندنا طبعا بعد ما نزلنا برتل من الحليب عندنا 4 معالق ل5 معالق من السكر كبار حسب التحليه، حسب انت بتحب الحلو قد ايه. ممكن تحط 6 معالق براحتك. طبعا عندنا هنا 5 معالق كبار من النشا، نشا الذرة طبعا يا جماعة، نشا الذرة كده. وهنا معلقتين كبار من الكريم شانتيه، و2 جرام من الفانيليا اللي هو باكيتين فانيليا. بنرفع الكلام ده كده كله على النار بعد ما نقلبه طبعا تقليبه كويسة جدا عشان اللي ما يكونش فيه تكتلات. لما نرفعها على النار طبعا الشوكليت شيبس ده هنحتاجه في الاخر. نفضل نقلب كده بالراحه كده عشان طبعا ندوب كل حاجه. السكر بنرفع النار زي ما انتم شايفين، بتاخد معانا 5 دقايق على النار ل7 دقايق. نبدا نقلب، القوام بيبدا يتقل معانا كده. اهم حاجه نقلب كويس عشان نسوي كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي، وما تعملش مننا تكتلات. وتكون على نار متوسطه او هاديه شويه عشان القعر بتاع الحله ما ياخدش مننا. زي ما انتم شايفين كده، هو ده الكلام المطلوب يا جماعه، وده القوام المطلوب. كريميه طبعا عندنا اي كاسات عشان هنعمل مهلبيه بالشوكولاته وايت ومهلبيه شوكليت غامق يعني. طبعا هنبدا نعبي الكاسه كده مايله عشان تطلع معانا كده، نعبي نص ونص زي ما انتم شايفين كده بالراحه. نملى نص الكاسه كده بس بزاويه يا جماعه. عندنا طبعا قالب الكب كيك ده يا جماعه عندي، فحطيت فيه كاسات ابدا ادخلها دي التلاجة بقى. وباقي عندي كمية تانية اهي، هحط عليها بقى فواكه مجففة هتدي معايا تيست وطعم. هنعمل كذا تشكيلة من المهلبية بطعم لذيذ وجميل وغنية. طبعا نبدأ نعبي بقى المهلبية بتاعتنا حسب ما تاخد الطبق معانا. أي كاسات عندكم تقدروا تعبوها، كبيرة صغيرة، وتدخلوها التلاجة، حاجة ترطب علينا في المعدة في الجو الحر ده. طبعا هندخل الكمية دي التلاجة. وعندي تاني كمية المهلبية اللي باقية طبعا نزلنا بالشوكليت شيبس كده. عايزين تحطوا كاكاو تمام مفيش مشكلة، بس بنقول الشوكليت شيبس أو الشوكولاتة بيدي تيست معانا، بيخلي قوام المهلبية في حتة تانية بصراحة يا جماعة، وغنية كده. واللي عنده حاجة يقدر يحطها طبعا، تقدر تحط زبدة، مكعب زبدة، تقدر تحط شوكولاتة وايت اللي انت عايزه. طبعا بعد ما عبينا الكاسات دخلناها التلاجة طبعا كده يا جماعة. تابعوا الفيديو للآخر ولايك وشير عشان نعمل وصفات كتير. هو ده الكلام. يلا بينا ندوق المهلبية مع بعض. واو، روعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان نعمل وصفات كتير. هو ده الكلام. مهلبية في البيت هنعملها وصفة جديدة تحفة روعة، تقدروا تعملوها ليكم ولأولادكم في البيت.